تخيل معايا كده معاك 100,000 جنيه تحطهم في البنك ولا تحطهم في البريد ولا في حاجة اسمها سند المواطن بيقولوا إنها أعلى فايدة في مصر دلوقتي. بس السؤال الأهم، هل المكسب حقيقي ولا هنندم في الآخر؟ خليك معايا علشان في الآخر هتطلع بإجابة يمكن تغير قرارك تماما. بس في الأول كده ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة من أسفل الفيديو، واللايك ده هو اللي بيوصلك مننا كل جديد، أي شهادة جديدة او اي طرح جديد بننزله على القناة، وكمان اسعار الذهب وكمان توقعات. فما تنساش اللايك واشتراك في القناة من اسفل الفيديو. تعال بقى نتعرف على الفيديو اللي معانا. من كام يوم وزارة المالية اعلنت رسميا عن طرح سند المواطن، وده من خلال البريد المصري اللي تحت بيتكم. السند ده مدته سنة ونص، يعني 18 شهر، بفايدة وصلت رسميا 17.75% سنويا. بس استنى، الفايدة دي مش آخر المدة، لا، فايدة شهرية بتدخل حسابك كل شهر. طب خلينا نخش في المهم بقى. لو حضرتك معاك 100,000 جنيه وحطيتهم في سند المواطن اللي 17.75% يعني، يبقى هتحصل سنويا على 17,750 جنيه في السنة. هنقسمهم على 12 شهر، يبقى حوالي كام شهريا؟ 1480 جنيه كل شهر. المبلغ ده دايما هينزل لك كل شهر لمدة 18 شهر من غير ما تعمل أي حاجة ولا تتابع بورصة ولا توجع دماغ. دلوقتي تعالى نعمل مقارنة بالعقل. أغلب شهادات البنوك دلوقتي كام؟ 16%، وفي الغالب بيكون مدة 3 سنوات، لكن هنا 17.75% ولمدة سنة ونص. يعني كده فايدة سند المواطن هتكون كسبان. بس هنا القصة ما خلصتش، لأ طبعا. المشكلة مش في السند، المشكلة في البريد نفسه. ناس كتير بتشتكي إن سحب مبالغ كبيرة من البريد مش دايما سهل، ولو حبيت تسحب 100 أو 200,000 جنيه ممكن تحتاج تبلغ قبلها أو تسحب على كذا يوم، بعكس البنك تدخل تسحب وتخلص وتمشي. علشان كده القرار هنا مش فايدة وبس، القرار هنا يعود ليك. لو انت متعود على البريد وتعاملاته فيها سهلة مش محتاجة سيولة فجأة، يبقى سند المواطن فرصة كبيرة ليك. انما لو انت بتحب السرعة والسحب السيولة بأسرع وقت، يبقى البنك هو ليك، يكون أريح ليك. حتى لو الفايدة هتكون قليلة شوية. هننزل في القناة بدائل كتير وشهادات وودائع وأذون خزانة، اختار اللي يناسبك. ولو محتار سيب سؤالك في الكومنتات وانا هرد عليك. ما تنساش اللايك والاشتراك، هو ده اللي هيوصلك مننا اشعار بفيديوهاتنا القادمة. انتظرنا في الفيديو القادم، هيكون هام جدا.